يا جماعه معاكم اخوكم ابو حته على الحلقه. النهارده في حاجه حصلت، عاوز اديكم نصيحه لله بالله عشان ما تعملش في حد فيكم تاني. الموضوع ده حصل كذا مره ولسه واحد دلوقتي حصل معاه في رمسيس، في الحصري، في كام حته كده في مصر من ميادين عامه. نوبيرا لانوس تيجي تركن العربيه عشان تجيب حاجه، ترجع تدور العربيه ما تدورش، العربيه ما تدورش، تفضل ساعتك تلف ما تلاقيش المشكله. تلاقي في ناس معديه يقول لك فيها يا باشا، يقول لك العربيه ما تدورش، طب احنا نبص لك عليها. يجي يبص على العربيه يا باشا لا العربيه قطعه بوبينه. حظك حلو احنا معانا موبينه. يا عم حظك حلو مع الموبينه ازاي؟ هو انت ميكانيكي؟ اوريد النصبه ماشيه ازاي؟ يروح الباشا بيكونوا شايلين فيشه حساس الكرنك من تحت العربيه وانت راكنها. بيجي يغفلوك وانت واقف ويعمل نفسه بيغير البوبينه، يروح مركب فيش حساس كرنك ويركب البوبينه بتاعته الصيني المعفنه، ويلطش من ساعتك 1000 جنيه و 1500 جنيه. انت عطلان مش لاقي حاجه، يقول لك البوبينه دي الاصليه بتاعت التوكيل، ويروح موكلك المحور ده وانت واقف. الموضوع ده انا قلت اعرفه لكم، مش هينفع انزله بوست، قلت انزله فيديو عشان انصحكم لله. محدش يا جماعه يحصل معاه الحوار ده. الفيشه بتاعت حساسه الكرنك نمره واحد ينزل يبص عليها من تحت العجله اليمين من ورا، من عند حساس الكرنك بتكون الفيشه متشاله، واللي ما يعرفش مكانها ما يخليش حد يشتغل، يقول له لا شكرا مش عاوز حاجه. ولو عايزين مني اي نصايح واي حاجه تحت امركم اتصلوا عليا، الرقم بتاعي موجود على الجروبات كلها، وربنا يسترها علينا وعليكم عشان نظبط كده قوي قوي قوي. السلام عليكم ورحمه الله.